بالنسبة لطريق أنفور يعتبر من الطرق الاستراتيجية المهمة في سوريا، يعتبر أنه شريان حياة كذلك، وأهميته استراتيجية عسكرية سياسية. لذلك كان هذا الطريق بالنسبة للدول اللي كانت تحاول فرض سيطرتها في المنطقة، كان هذا الطريق مثل ما نقول صراع لهذه القوى اللي كانت متحاربة بالمنطقة للوصول إلى هذا الطريق، كون هذا الطريق له أهمية استراتيجية اقتصادية إنسانية عسكرية. لذلك كانت هذه القوى تحاول كل قوة فرض سيطرتها على هذا الطريق. نحن في الفترة 7 سنوات الماضية عانى سكان هذه المنطقة الموجودين على طريق أنفور من كثير من المعاناة. منها كان المدنيين يعانون من صعوبة في التنقل بين المناطق الأخرى، وقوف الحركة الاقتصادية، كون هذا الطريق يعتبر طريق استراتيجي لنقل البضائع والتجارة، كان يوفر مثل ما نقول يوفر أرباح لهذه المنطقة، إضافة إلى رخص الاستيراد من البلاد المجاورة، كون هذا الطريق يربط عدة دول ومحافظات سوريا على هذا الطريق. هذا الطريق يمتد يربط بين مناطق حلب واللاذقية إلى مناطق القامشلي والعراق. هذه الطريقة التجارية مهمة بالنسبة لهذه المنطقة كثيرا. قد كانت معاناة كثيرة من قبل الطلبة، كان هناك صعوبة للمدنيين في الوصول إلى المناطق المجاورة، كان المرضى يعانون من الوصول إلى المستشفيات بسبب صعوبة اللي كانوا يسلكون طرق خطيرة أو طرق طويلة حتى يصلوا إلى المشفيات، حتى أنه بعض الأشخاص كانوا يفقدون حياتهم أثناء الوصول إلى المشافي. الطلبة كانوا يعانون كثيرا الوصول إلى الجامعات والمدارس بسبب تسكير طريق أنفور بسبب الحروب الموجودة في المنطقة. لكن فتح هذا الطريق إعادة الحياة إلى هذه المنطقة بشكل كامل، معاناة كاملة على شعب كامل، إذا كانت نساء، أطفال، يعني الطلبة، إنه المدنيين بشكل عام كان معاناة كبيرة بسبب تسكير هذا الطريق، حتى أن هذه القوى المتحاربة كان هناك مثل ما نقول ألغام تسكير الطرق، يعني كان في خطر على حياتهم أن يسلكوا هذا الطريق، أنه هذا كان الطريق أنه الأسهل لحركة المدنيين، لكن مع تسكير هذا الطريق أصبحت صعوبة، هناك يعانون صعوبة في الوصول إلى مثل ما نقول إلى المشافي، إلى الجامعات وغيرها من الأمور، أو حتى إلى زيارة الأقارب في المحافظات أو المدن القريبة. كان مغلق منذ 7 سنوات، لكن بسبب التفاهمات الدولية التفاهمات الدولية التي حصلت مؤخرا، والاندماج الذي صار بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق، تم فتح هذا الطريق، وهناك تفاؤل بإعادة الحياة إلى هذه المناطق بعد 7 سنين من تسكير هذا الطريق. يعني الطريق كان وما يزال أنه مثل ما نقول مفتاح استراتيجي واقتصادي وسياسي وإنساني للشعب كامل، ويأتي بخيرات كثيرة لهذه المنطقة. وهناك مثل ما نقول أنه نحن كشعب نتفائل بعد ما فتح هذا الطريق أنه هناك أمور راح تصير أفضل لنا كشعب في هذه المنطقة.